ازاي تعدل عيوب العدسه جوه اللايت روم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اعزائي المبدعين، يا رب تكونوا بخير. معاكم عبد العزيز ابراهيم في فيديو جديد من سلسله اللايت روم، واللي فيها بنتكلم على ازاي تعدل صورك من الصفر للاحتراف جوه برنامج اللايت روم. النهارده هنتكلم على تول مهمه جدا وهي اللينس كوريكشن او تصحيحات العدسه. قبل ما نبتدي في فيديو النهارده خلينا نقول ان كل العدسات اللي موجوده تقريبا فيها عيوب. العيوب دي مش مشكله تصنيع على قد ما هي مشكله فيزياء. الضوء لما بيعدي من الازاز بيحصل له انكسار، الانكسار ده بينتج عنه مشاكل جوه الصوره، منها الديستورشن او التشوه اللي بيحصل في الصوره، ومنها الفينيتنج او الحواف الضلمه اللي بتبقى موجوده في الصوره. كمان الكروماتيك ابريشن. العدسات كل ما هي تبقى قديمه او كل ما هي تبقى رخيصه هتلاقي المشاكل دي بتزيد، والمفروض ان العدسات الجديده او الحديثه او العدسات الغاليه نوعا ما المشاكل فيها بتقل. حاجه الديستورشن، هو في نوعين من الديستورشن، او النوع اللي هو بيقولوا عليه البارل ديستورشن، وده زي اكنك بتبص على برميل كده، يبقى هو بتلاقي السنتر بتاع الصوره نفسه طالع لك بره، تمام، والحواف داخله لجوه. البنكشن ديستورشن وده العكس تماما، فبتلاقي ان الصوره نفسها السنتر بتاعها داخل لجوه والحواف هي اللي طالعه لبره. الفينيتنج هو ان الحواف بتاعت الصوره نفسها بيبقى فيها اضاءه قليله، تلاقي السنتر بتاع الصوره الاضاءه فيه كويسه جدا، ولكن بتلاقي الحواف بتبدا تقل فيها الإضاءة أو بتحس إن هي فيها ضلمة. كروماتيك ابريشن أو الانحراف اللوني، هتلاقي في حتت معينة في الصورة، غالبا الحتت دي بتبقى اوت اوف فوكس أو بتبقى حواف معينة في الصورة، وهتلاقي فيها ألوان من أخضر أو أزرق أو ماجنتا، والالوان دي هتلاقيها محدده الاوبجكتس بتاعتك او الاشياء اللي انت بتصورها، وشكلها بيبقى مختلف. ده نبذه سريعه عن المشاكل بتاعه العدسه، ولكن خلينا ندخل على برنامج لايت روم ونشوف المشاكل دي فيجوال بتبقى عامله ازاي. خلينا نشوف ازاي ممكن نحلها او نصلحها جوه اللايت روم. صلى على النبي وتعالى نبتدي. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا كده فتحنا اللايت روم. الصوره هنا متصوره على بعد بوري 18، ودي كانت العدسه الكيت لينس بتاعه الكاميرا نفسها، وهي غالبا عدسات يعني الكواليتي بتاعتها مش احسن حاجه، ولكن مقبوله نوعا ما، خاصه لو انت تعرف تعدل العيوب بتاعتها جوه اللايت روم. خلينا هنا نقول انا لو دخلت هنا على اللينس كوريكشن من الديفلوبمنت فيو، دخلت على اللينس كوريكشن هلاقي في حاجتين، واحده البروفايل والثانيه مانوال. لو جينا نقول اول حاجه اللينس كوريكشن، لو اتكيت هنا على انيبل بروفايل كوريكشن هتلاقيه هو اوريدي مختار لي البراند بتاع الكاميرا او البراند بتاع العدسه، وان العدسه نفسها والبروفايل بتاعها. طيب انا دلوقتي لو بصور ب عدسة تانية أو عدسة مش موجودة هنا مثلا، أو عدسة هو مش عارف العدسة هنا أوتوماتيك، فهو اوريدي بياخدها اوتوماتيك لان الداتا بتاعت العدسه موجوده في الميتا داتا بتاعت الصوره. طب انا لو بصور بعدسه مانوال من العدسات القديمه مثلا، فمش هلاقي لما اعمل هنا انيبل بروفايل مش هلاقي العدسه بتاعتي، وهبدا ادور على البراند بتاع العدسات واطلع العدسه بتاعتي البراند نفسها، وبعد كده ادخل على الموديل نفسه واختار العدسه اللي انا مصور بيها. هنا اصلا حاجات كمان من العدسات يعني سامسونج، دي جي اي، هواوي، كي ام زد، هتلاقي هنا معظم الشركات المعروفه في العدسات موجوده. طيب تمام. فانا اول مثلا نرجع دي زي ما هي، اول ما اتك على enable profile correction هتلاقيه هو اختار لي العدسه بتاعتي. طيب انا دلوقتي هل هو كده عمل تمام ولا لا؟ خلينا نشوف برضو هو قبل وبعد كان ايه اللي عمل. يبقى هو قلل لي الفينيتنج ويظبط لي الديستورشن بتاع الصوره، ولكن انا شايف ان هو مثلا ممكن الديستورشن كمان يتظبط اكتر، فلو وديته الناحيه دي فهو كده الصوره افضل شويه. الفينيتنج ممكن اقلل الفينيتنج كده، بزود الفينيتنج او بزود الدارك ارياز على الحواف بتاعت الصوره. ولو رحت ناحيه تانية فانا
بافتح الدارك ارياز بتاعت الصوره، او بمعنى اصح بخلي الصوره كلها كونسيستنت معايا. ساعات كتير بتحصل ان خاصه لو بتستخدم عدسات قديمه، ان انت لما بتعمل لينس كوريشن بيلاقي لك الفينيتنج، الحته اللي فيها فينيتنج دي اصلا بيضه، فبالتالي بتبقى محتاج تاخد بالك كويس انت بتعمل ايه. فدلوقتي خلينا ان انا اقول والله في 159 ده تمام كده. بعد كده تعالى بقى نخش على الكروماتيك ابريشن. مش عارف الصورة دي فيها كروماتيك ابريشن ولا لا، بس خلينا نعمل زوم. لو عملنا هنا زوم هنلاقي ان في الحافة بتاعت المبنى هنا اكن في لون ازرق نوعا ما. لو عملت تكيت على ريموف كروماتيك ابريشن هنشوف هو هيعرف يشيلها لي اوتوماتيك ولا لا. ولو ما شالهاش هندخل احنا نشيلها بالطريقه المانوال. طبعا هنا ما شالهاش برضو، بص اتاكد هو شايل حاجه ولا لا. فانا كده كده هكتبها واروح جاي داخل انا على المانوال واشوف انا ممكن اظبطها ازاي. طيب ندخل هنا على المانوال، عندي الديستورشن او التشوه، عندي الديفرنج او بتاعت الكروماتيك ابريشن او الانحلال اللوني، وعندي البنيتنج. ولكن الفرق بين المانوال والبروفايل ان انت في المانوال انت بتتحكم في كل حاجه بنفسك. تقدر يعني الديستورشن تقدر ان انت تظبط الديستورشن بتاعك زي ما انت عايز. لو تنكيت هنا على الكونسترين كروب، خلينا for the sake of argument، لو تكيت هنا على الكونسترين كروب هو مش هيبين لي الحتت اللي بره الكانفاس عندي او اللي بره الصوره عندي. كلام للفينيتنج هنا، انا ممكن برضو ازود الفينيتنج او اقلل الفينيتنج زي ما انا عايز. تمام. وخلينا هنا نزودها بحيث ان احنا نشوف الحته هنا اسمها الميد بوينت. والميد بوينت بتقول لك ان هو انت عندك الفينيتنج، تمام، انت بتضلم الحواف بتاعت الصوره، تمام. فلو زودتها هو بيقول لك بقى الميد بوينت بتاعتك، السنتر، المركز بتاع التضليم ده فين بالظبط. بتكبر او بتقلل الدايره اللي الفينيتنج ده واخد حيز فيها. فانا مثلا هنا لو زودت، فانا هلاقي الفينيتنج اصلا عندي فين؟ في الحواف بس. تمام. ده كده اللي هو ايه اكبر حاجه، هو اصلا جايب الحواف بتاع الصوره يدوب. تمام. لو صغرت الميد بوينت فانا كده بقرب للسنتر، وبالتالي انا بضلم اكتر 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 على الميد بوينت او المركز بتاع الصوره. فبقلل، بصغر بكبر الحتت اللي فيها الفينيتنج، وبقلل الحاجه اللي ما فيهاش فينيتنج جوه الصوره، او المناطق اللي ما فيهاش فينيتنج جوه الصوره. برضو خلينا نخليها، انا اوريدي ما كانش عندي مشكله في الفينيتنج في الصوره. وخاصه الفينيتنج بيبان قوي في السما مثلا، فالسما عندي هنا نوعا ما كونسيستنت، يعني انا ما عنديش حتت ضلمه. يعني لو انا عندي مثلا حتت هنا ضلمه في السماء، فساعتها اقول لك ان البنيتنج عندك زياده قوي. وفي عدسات كمان انا بصور بعدسات قديمه من الخمسينات والستينات والسبعينات وكده، فالعدسات دي البنيتنج فعلا بيبان فيها بشكل كبير يعني. لو جينا هنا بقى على الانحلال اللوني، وقلنا قلنا هنا ان احنا بقى نلاحظ ايه، ان في اوريدي خط هنا في الحدود بتاعة المبنى، الخط ده ملون صح؟ طيب خلينا نقول اللون ده لون ايه اصلا؟ اللون ده تقريبا اخضر، او يعني مش اخضر بس اخضر وداخل على لبني شوية. فلو عملت هنا وزودت الرينج، تمام، فانا هنا بزود الاماونت بتاعت البتاع ده بيعمل ده بيعمل دي ساتوريشن، يعني ده بيقلل التشبع بتاع اللون الاخضر مثلا. تمام. فانا لو جيت بقى قلت والله قبل بعد، قبل وبعد، انا هنا لو لاحظت ان كده برضه لو اتكيت على الت اوبشن فانا هيبان لي الكميه بتاعه الحاجه
وهنا برضو هيبين لي هو بيبينها فين بالظبط. طبعا انا متكي على الالت او الاوبشن كي، وانا والله عايزها بحيث ان انت ما تاثرش، انت برضو مش عايزها تاثر في حتت انت مش عايز فيها، لان هو خلي بالك بقى، يعني خلينا نقول ان هو بيأثر على الساتوريشن بتاعه اللون. فانا لو زودت هنا هيبدأ ياخد لي الحتت التانية، وده مش صح. انا عايز اقللها، ممكن ازود الحتة بتاعت الجرين شوية، بقى فيها جرين اكتر. برضو زود الرينج شوية صغيرة. تقول لي بقى قبل وعد، قبل وعد. انا كده صلحنا المشاكل اللي موجودة من العدسة بتاعتي. عايزين نشوف مثال كمان على الصورة دي. نفس الكلام، دي عدسة بسرعة 180 على عدسة 70 300 تامرون. ولو قلت enable profile correction هنلاقي ان هو اوريدي ظبط لي الفينيتنج، ظبط لي الديستورشن بتاع الصورة شوية، رغم ان هو يعتبر مفيش ديستورشن قوي لان هي عدسة اصلا زوم. فلو فيه هيبقى اللي هو مش ديستورشن اللي هو كده، ولكن هيبقى اللي هو العكس، اللي هو السنتر نفسه داخل قوي، هيحصل كومبريشن. ف نفس الكلام انا عايز اغير في الاماونت بتاع الديستورشن بتاعي، ممكن اظبطه. والفينيتنج نفس الكلام، لو انا عايز ان انا اظبط فيه حاجه، ولكن انا هنا ما عنديش مشكله ان هو اصلا يبقى زياده. تعال نزوم ونشوف هل انا عندي اصلا كروماتيك ابريشن ولا لا. فالاقي ان انا في ماجنتا، في لون ماجنتا على الحدود بتاعه الصوره. طبعا برضو العدسه الكواليتي بتاعتها اصلا مش احسن حاجه. بص الحدود بتاعه البطه الوزه دي، هنلاقي ان في حدود ماجنتا في الصوره عندي. طب لو انا اتكيت هنا ريموف كروماتيك ابريشن، هل هيشيلها ولا لا اوتوماتيك؟ هنشوف. هو كده ما شالهاش، فهو محتاجين ندخل نعملها مانوال. تمام. فانا هنا لو جيت وقلت له والله انا هنا اللون عندي ايه، طيب انا هنا ممكن اروح جاي بدل بقى ما هو انا اقول اللون والله اللون عامل ايه ومش عارف ايه والكلام ده كله، فانا باخد الاي دروبر واروح جاي متكي على اللون اللي انا عايزه، وهو اوريدي بيختار لي اللون ويظبط لي الرينج بتاعه ويظبط لي الاماونت بتاعته، بحيث ان هو يشريهولي من الصوره نفسها. نفس الكلام بالنسبه للون الاخضر اللي كان موجود هنا. انا بس اللي انا كل اللي انا بعمله ان انا بختار الاي دروبر وببدا اشوف الكروماتيك ابريشن عندي فين او الحلال اللوني عندي فين. وانس ان انا اتكيت على اللون بتاع الكروماتيك ابريشن، المشكله اللي عندي هو بيبدا يصلحها لي او يظبطها. معظم الاوقات وانس ان انت اخترت الاي دروبر واتكيت، فهو بيعمل لك التصليح بتاع الكلام ده بالطريقه الصحيحه. ونادرا لما بتبقى محتاج ان انت تعمل تادجست انت الحاجه بايدك. خلينا نشوف قبل وبعد، قبل بعد، قبل بعد. بعد هنا الكروماتيك ابريشن عندي اتشال من الصوره، الماجنتا اللي كان هنا والاخضر اللي كان في الحته دي. ثاني كمان مثال على الصوره دي، لو عملت لينس كوريكشن وقلت له والله اعمل لي انيبل لينس بروفايل، هلاقيه ان هو اختار لي العدسه بتاعتي، والعدسه دي هي ال 50 1.8 تعتبر الكواليتي بتاعتها احسن طبعا من التامرون اللي احنا لسه شغالين على الصور بتاعتها، او الكيت لينس اللي احنا برضو اشتغلنا على الصور بتاعتها. لو عملت زوم انا هو ظبط لي الفينيتنج في الصوره، ولكن انا ما عنديش مشكله اكشلي في كميه الفينيتنج اللي كانت موجوده. يعني حاسسها ممكن نزود شويه، ده هيعمل لي عزل اكتر للسبجكت بتاعي في الصوره. والديستورشن هو كده كده عدسه 50 ما فيهاش ديستورشن قوي.
حتى لو ملاحظ اصلا كميه السورشن اللي بنعملها مش فارقه. ولكن انا لا، لو عملنا زوم وهنا الدنيا كانت بتمطر، ففي اصلا كروماتيك ابريشن كبير او كتير. فلو قلت له والله ريموف كروماتيك ابريشن غالبا مش هيعمل حاجه. فندخل على المانوال ونختار الحتت اللي احنا عايزين نعملها. فانا عندي هنا كانت set the purple or green. فانا هنا بختار، بس هو مش عارف يختار اللون اللي انا عايزه. فانا برضو مش عارف انتوا شايفين معايا ولا لا، بس انا شايف ان في مشكله في، يعني في كروماتيك ابريشن في الحتت في المهره عامه. طب نختار مثلا هنا، هيختارها نفس الكلام مش راضي. فما دام هو مش راضي يسامبل اصلا اللون اللي انا عايزه، فانا هبدا ان انا اعملها مانوال. فانا والله هنا انا شايف في الالوان بتاعتي او مشكله عندي هنا ان في اخضر. تمام. اخضر معظمه. مفيش عندي ماجنتا تقريبا، او في يعني، بس لا مفيش ماجنتا تقريبا، بس الاخضر عندي في زياده. فانا هبدا ان انا بتكع على الاوبشن كنترول ونزودها. هو طبعا هنا بيبين لي الرينج بتاع الحتت اللي معموله فيها ومقصره فيها الصوره. لو عملت زوم وشفت قبل وبعد، طبعا اللي كان عندي راح. هنا لسه فيه شويه في الحته دي، فاحنا ممكن نزود هنا ونزود الرينج كمان شويه صغيرين. اشوف قبل بعد قبل بعد. تمام. انا عايز الماجنتا عندي في الخلفيات هنا يبقى، طبعا هنا برضو يعني انا شايف ان في ماجنتا قليل هنا. فانا بدات ان انا اغير الماجنتا عندي، خاصه في اليافطه مثلا. فلو زودت هيبدا عندي يروح اللي كان موجود هنا. ممكن برضو ازودها اكتر. ولو شفت قبل وعد قبل وعد، طبعا ايه، خلينا نزوم عشان يبان اكتر هو التأثير بتاعها كان عامل ازاي قبل وبعد. احنا كده عرفنا ايه هي العيوب بتاعت العدسة اللي بتظهر عندي في الصورة، وعرفنا الفرق بينهم، وعرفنا ازاي نعدلهم من الإحلال اللوني للتشويه والفينيتنج اللي موجود عندي في الصورة. ما تنساش تعمل لايك للفيديو، سبسكرايب للقناة وتفعل الجرس، واشوفكم الاسبوع الجاي يوم الاثنين في حلقة جديدة من تعديل الصور. سلام.